لبيك 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 رسول الله، لبيك 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 رسول الله. ويا شباب الإسلام اصحى للغد بجسم، يا شباب الإسلام اصحى للغد بجسم، شباب النضال اصحى للغد بجسم، يا شباب النضال اصحى للغد بجسم. الشعب يقول إلا الرسول، الشعب يقول إلا الرسول، الشعب يقول إلا الرسول، الشعب يقول إلا الرسول. خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سيعود، خيبر خيبر يا يهود، وخيبر خيبر يا يهود. جيش محمد سيعود، خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سيعود، خيبر خيبر يا يهود. لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. لبيك 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 رسول الله، لبيك لبيك. قادمات 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 قادمات، نصرك يا الله، نبينا أو الموت، نبينا أو الموت. بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الورى. تقبل الله من الجميع هذا الشعور وهذه العاطفة تجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي أقل بالقليل مما ينبغي تجاه هذا الرسول العظيم. تصوروا أيها المسلمون وأيتها المسلمات، تصوروا لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين أظهرنا وأوذي مسلم أو مسلمة في أصقاع الأرض، ماذا كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيسهر عليه الصلاة والسلام الليل وسيسير في النهار لتزول المظلمة عن واحد من أمته أو واحدة من أمته. فهذا رسول الله، هذا سيد البشرية، هذا منقذ الإنسانية، يؤذى ونحن 1.5 مليار من المسلمين. لو أن أف من هذا 1.5 مليار رفعت في وجه الظالمين، في وجه هؤلاء المخبولين، في وجه هؤلاء الحاقدين، في وجه مثير الفتن مشعل الحروب، لكان لها وقع، وأي وقع في هذا العالم الذي يكيل بمكيالين. إذا مس واحد من الصهاينة أو الصليبيين تقام الدنيا ولا تقعد. وإذا مس سيد الأولين والآخرين، سيد الأنبياء والمرسلين، فها نحن نرى ردود الفعل. نعم إخوتي وأخواتي، هذا أقل ما ينبغي تجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه ردة فعل العاجزين. نعم نحن عاجزون الآن، عاجزون على أن نوقف هذا الطيش وعلى أن نوقف هذا العدوان الصريح تجاه رسول الله وتجاه المسلمين. ولكن إن شاء الله بإذن الله من سار على الدرب وصل، فلا بد من أن نستمر في الرجوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي الرجوع إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الأفاكون، هؤلاء المخبولون يظنون أنهم بفعلتهم هذه سينالون من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قسما لن ينالوا ولو ذرة مقسومة على ألف المليار إلى انقطاع النفس، لن ينالوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، لن ينالوا من حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نكون واعين وأن لا نحقق للصهاينة والصالبيين، لهذه العصابات القليلة جدا جدا ولكنها نافذة إعلاميا وسياسيا واقتصاديا، لها نفوذها. ولكن قلت ينبغي أن لا ننساق وأن لا نحقق أغراضهم وأهدافهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم بحق لا إله إلا الله وبجاه رسول الله عبرة لكل كافر ولكل متجبر ولكل مؤذن لله ولرسوله وللمؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يرجعنا رجوعا حقيقيا
إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن تكون هذه فرصة لننفض غبار الغفلة عن رسول الله وغبار الغفلة عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم زدنا حبا لرسولك عليه الصلاة والسلام، اللهم زدنا تأسيا واتباعا له، اللهم زدنا تهمما بهموم أمة رسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم انصر هذه الأمة، اللهم اجبر كسرها، اللهم اجبر كسرها، اللهم اجبر كسرها، اللهم أعلي شأنها، اللهم ارفع رايتها، اللهم أظهر حقها. اللهم بحق لا إله إلا الله إنك تعلم أعداءنا، فاللهم اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين.